تصريح خطير من كريستوف غالتي بخصوص البطاقة الحمراء التي حصل عليها أشرف حكيمي في مباراة أمام لوريان. ولكن قبل أن نبدأ، إن كنت من محبي النجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي فيرجى منك الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا تعطير فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. وصف كريستوف غالتي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع الفريق أشرف حكيمي في مواجهة لوريان بالغبية، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون الفريق أكثر طموحا. وقال غالتي: لا يوجد سبب يجعل أشرف متوترا وعصبيا هكذا، البطاقة الثانية غبية للغاية، ولم يكن هناك شيء يشير إلى أن ذلك الأسبوع سيكون متوترا بالنسبة لنا. وفي النهاية، ما رأيك في أداء أشرف حكيمي أمام لوريان؟ هل كان أشرف حكيمي متوترا خلال المباراة؟ ننتظر آراءكم في خانة التعليقات.